موقف الموقف ده كل شويه لما بحاول اذكر نفسي ان انا انجح في بلدي افتكر اللي حصل ده. والله العظيم انا جت عليا يوم نمت في باركن سيارات. اتطردت من السكن، كنت قاعد فترة رجلي مكسورة، والله ما كان معايا فلوس ادفع السكن وطردني واحد اردني وكان حقه. تمام. قعدت فترة كورونا ما دفعتش، وبعد كده دخل بعد كده رجلي اتكسرت. قال تعالى امضي عشان امشيك، يعني مرضيش كمان يمشيني الا لما يمضيني ان هو ليه فلوس. وخدت شنطتي ورحت نازل في نفس العمارة، كانت ليا علاقات مع ناس مش عارف ايه، بس كنت بتحرج. خدت بعضي ورحت نازل في الباركنج بتاع السيارات الساعة 1 بالليل. تمام. حطيت الشنطة وفرشت حاجة من حاجاتي ورحت نايم. من كتر الحرارة انا كنت وكتر النعس عايز انام. كنت بحس من الحرارة ان في نمل ماشي في جسمي، نمل. كان العطش هيموتني، وانتوا عارفين ان في الامارات ما ينفعش نشرب من الحنفيات. اقسم بالله وقفت مع واحد اعرفه، قال لي محتاج حاجة، مرضتش اقول له هات درهم اجيب بيه ازازة مية، ورحت شربت من الحنفية. شربت من المية ومع انها بتجيب فشل كلوي. فسفر ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ سفر ايه؟ انجحوا الاول في بلدكم، بعد كده فكروا في سفر ايه؟ انا داخل في 28 سنة ما عملتش حاجة. قوم يا عم، قوم يا عم، بدل ما انت قاعد نملة على بطنك كده. البنات دلوقتي بتشتغل وبتجيب فلوس. قوم يا عم.